الوجع بيقوي وبيعلم، وهو من أكبر الحكم اللي موجودة في الحياة. شريك حياة من ساعة ما الحياة اتخلقت ولغاية ما الحياة تنتهي. سر كبير من أسرار الكون على فكرة الوجع ده. يعني لو الوجع ما كانش موجود كنا احنا هنطلب من ربنا ان يبقى فيه وجع. لما بنعرف الوجع بيعمل ايه في حياتنا، اولا هو مش حاجة سهلة وحاجة محدش يتمناها، وربنا يكون في عون الموجوع، او بمعنى اصح ربنا يكون في عون اللي دوره جه عليه يتوجع. تعالوا بس نعرف الوجع بشكل مختصر. الوجع هو قدر بيحصل، اكشن بيحصل، واعظم حاجة في الوجع ان بيجي من الناس القريبين، لان ممكن البعاد لا يرتقوا لأي مستوى ان هم يكونوا في حياتنا اصلا بشكل يقدر يمثل اي نوع من انواع الوجع، سواء كان من قريب او من بعيد. ده للناس اللي ان كنترول في شخصيتها، يعني مش للناس اللي سايبه نفسها ورقه فاضيه اي حد ماشي بيعلم عليها ويوجعها. مشكله الوجع من القريبين ان هم بيبقوا تحت الجلد فبيعرفوا يوجعوا كويس، فهو مينلي الوجع بيبقى من المصدر ده. بالتالي بيبقى لنا احنا بقى فلسفة فيه او رياكشنز. تبقى رياكشنز في اول حياتك، وبعدين لما بتكبر شوية تعرف ان ممكن يتنمى لك فلسفة في الوجع. احنا ردود افعال للحاجات اللي بتحصل، يا بنهلع ونبتدي نلوم نفسينا ونلوم ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، ونلوم الظروف ونلوم كل حاجة ونقعد نقول لي انا ولي انا ولي انا، يا بنشوف وبنصبر وبنرضى وبنتحمل وبنمتثل لقضاء ربنا ونتسامح مع اللي وجعونا ونبتدي نفهم الدرس وليه ده حصل. ومش بس كده، كمان الوجع بيبتدي كبير قوي وبيقل كل ثانية، بيقل عن اللي قبلها. لما الوجع بيخلص عمرك ما هتكون الإنسان اللي انت كنت عليه قبل ما تتوجع. فالوجع ليه مميزات كتيرة قوي، الحقيقة ملوش ولا عيب، ملوش عيوب. قعدت ادور في عيوب الوجع ما لقيت لهاش عيب. في ناس بتفتكر ان الوجع ده او ان هو يتوجع يعني او ان هي تتوجع ده دليل ان ربنا مش بيحبها او البعد عن ربنا. في الحقيقة هو العكس تماما. لو انت ربنا بعد الشر ما بيحبكش او مش بيحبك مش هيوجعك، هيسيبك كده تسرحي في اللي انت فيه وتتهني وتتأكدي وتثقي ان انت اصلا تمام وكل حاجة زي الفل. وإلا ما كانش يبقى اكتر ناس اتوجعت من ساعة الكون ما حصل هم الانبياء. فاذا لو هنتكلم بقى بشكل لوجيك، اكتر الناس وجعا هم اقرب الناس لربنا سبحانه وتعالى، واكتر الناس اللي ربنا عايز يعلمها وعايز يربيها. ان اسمه رب بيربي، هو ربنا بيربينا. الوجع بيوريك مناطق في نفسك ما شفتهاش قبل كده، ما كنتش تتخيل ان انت عندك هذه القدرة من التحمل او من
بعد كده اكتساب مهارة انك تتصرف ازاي في المواقف، كنتش هتعرف غير لو كنت اتحطيت في نفس الظروف. الوجع هو بداية بلان ربنا سبحانه وتعالى بيعملها لك، مش هتعرف ايه هي غير ما تيجي وقتها. بس اول ما تلاقي في وجع اعرف ان في بلان ليك، ما تقعدش بقى ترفس وتعيط في الارض. سيب ربنا يعمل لك البلان وترقب ان شاء الله حدوث البلان. عايز تخفف الوجع، شوف اللي موجوع اكتر منك، هيهون عليك اللي انت فيه. وما اكتر الناس الموجوعين، بس كل واحد وجعه بيحس ان هو اكبر وجع في الكون. فخد الوجع بشجاعة وجسارة، وقف وامشي وعيط، ابكي، احزن على فكرة، بس خلي الحزن اللي عندك حميد، حزن اللي هو بيوقفك على رجليك، مش حزن والعياذ بالله في عدم رضا، لا، خليه حزن في رضا ويوقفك على رجلك.